السلام عليكم، بسم الله على بركة الله. اليوم غنشارك معكم طريقة في تحضير الباندومي، كيجي رائع الشكل ديالو بمقادير بسيطة متوفرة في كل البيت. وما تنسوناش من لي لايك وحركة الاكسبلور بارطاج مع الاصدقاء، ولا اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تابوناو معايا. هذا هو الشكل ديالو. على بركة الله ندوزو المقادير. عندنا 500 غرام تاع الدقيق الابيض يكون من نوعية جيدة، عندنا ملعقة تاع الخميرة ديال الحلويات، وملعقة ديال الخميرة الفورية تكون ممتلئة، ملعقة تاع سكر حبيبات، والملحة على حسب الذوق، وعندنا الماء دافي. اول حاجه كندير واحد الحفيره بحال هكا في المول اللي غنعجنو فيه، وغنضيفو السكر مع الخمارات، وغنضيف عليهم الماء، ونخلي واحد 5 دقائق حتى ينفعل او يختمر. صافي غنبدا نعجن فيه بهذا الشكل مع اضافه الماء. اي واحد راه كيعرف الدقيق ديالو شحال تاع القياس تاع الماء. صافي نبقى بهذه الطريقه حتى غنكمل العجين. ملي تجمعت ليا بحال هكا كنبقى نجمع فيها، ما كنعجنهاش غير كنجمعها، وكنضيف ملعقه تاع الزبده تكون بحراره المطبخ، وكنحاول ندخلها مزيان في هذا العجين بهذا الشكل. بهذه الطريقه صافي. وكناخذوا بلاستيك الغذائي وكنغطيه مزيان، ندير فوق واحد السربيته ونخليه حتى يختمر. بعد ما اختمرت كنديروا شويه الدقيق فوق الرخامه، او المهم المكان العمل اللي غتخدمي فيه. صافي غنبسطو كيبان لك كيتلصق، كديري يدك شويه الماء وكتاخدي المول انا دهنته بالزبده. صافي غندير العبار تاع المول بهذا الشكل. في هذا الاثناء انا مشي على الفران على درجه 180، مشي عليه من التحت ومن الفوق باش يسخن. صافي وكنبدا نلوي فيها بحال هكا بهذا الشكل، راك تبان لك كتلصق. هذا هو السر ديالها باش تنجح معاك. صافي وكناخذ شويه الماء وكنحاول ندير الجوانب بحال هكا باش تلصق لينا العجينه ما تحلش ملي تكون طيب. صافي وكنجمعها بحال هكا، كنعاود نلويها بهذه الطريقه. صافي وكنجمعها بهذه الطريقه بحال هكا كيف واضحه، وكنقلبها وكنديرها في المول اللي غندخل الفران بهذا الشكل. كنعاود ندهن لها الوجه ديالها بالماء بهذا الشكل، كنبسطها على حساب المول. وانا غندير لها الزنجلان، كيبقى اختياري باش ما بغيتي تخليها هكا، بغيتي ديري الشوفان اللي متوفر لك. صافي ونغطيها بحال هكا بلاستيك الغذائي ونخليها حتى تختمر. بعد ما تضاعف الحجم ديالها كناخذ ورقه الزبده، كنحاول نلفو بحال هكا على المول، وغنجيب شي لاطه بحال هكا باش نتقلو باش ما يطلعش بزاف، باش يجي مسطح. هذا هو الشكل ديالو، ها هو كيف كيبان لكم في الصوره، راه كيطيب فيه ساعه. صافي وغناخذ واحد السخون كنلفو بواحد السربيته او منديل، وغندير واحد بلاستيك غذائي ونخليه تقريبا واحد 6 سوايع او تخليه ليله كامله. هذا هو السر ديالو باش يجيك يتقطع فيه ساعه وما يتقسمش، ما يضيعش لك. صافي كنبقى بحال هكا، ولا كنتي زربانه دخليه الثلاجه بهذا الشكل. وراه كل واحد كيعرف القياس اللي غيقطع، والباندومي راه معروف القياس ديالو شحال تقريبا، كتكون نص سنتيم. صافي نبقى على هاد الطريقه او سنتيم بحال هكا كيف كيبان لكم في الصوره. كنقطعهم وهذا هو الشكل ديالهم، راه كيجيو رطبين وخفاف. ونتمنى لو وصلتوا الفيديو حتى لهنا ما تنساوناش من لي لايك والبارطاج مع الاصدقاء، ولا اول مره تشوفوا القناه وعجبكم المحتوى ديالي ما تنساوش تابوناو معايا. وهذا كان هديه لجميع المتتبعين ديالي.